بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في قناتكم شهوات ووصفات طبيعية مع سناء. اليوم غادي نقدم لكم غريبة البهلة أو غريبة الزيت بالطريقة التقليدية المغربية. تابعوا معايا المراحل في الفيديو. بسم الله. نبداو بالمقادير. اولا عندي 500 غرام ديال الدقيق الابيض او الفورص نص كيلو، وعندي ربع لتر ديال الزيت النباتي، وقبصه واحد شويه ديال القرفه الا ما بغيتوهاش ما تستعملوهاش، وقبصه ديال الملح، وعندي هنايا تقريبا واحد 12 غرام ديال خميره الحلويات بيكن باودر، استعملت باكيه ونصف، وعندي هنا باكيه ديال الفاني، ممكن انكم تستعملوا سائل، وكاس ديال السكر سنيده. دابا ندوزو باش نخلطوا العناصر كلها. غادي نبدا بالنواشف. اولا وضعت السكر الثقيل، غادي نوضع خميره الحلويات والفاني والقرفه وقبصه الملح، غادي نخلط واحد شويه هكا، وعاد غادي نبدا نضيف الزيت بشويه بشويه. هاد الربع ديال لتر ديال الزيت ممكن انها تكفيني، ممكن تخصني. المهم غنبدا نخلط بحال هكا حتى تجمع ليا العجين. تقريبا ربع لتر ديال الزيت كفاتني. على العموم الزيت، الكميه ديال الزيت كتبقى على حسب الدقيق، لان كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين اللي لا. سمحوا لي نسيت ما ذكرتش الجنجلان في الاول. عندي هنا واحد 3 المعالق كبار ديال الجنجلان، غادي نضيفهم. صافي غادي نبدا نخلط حتى يدخل داك الجنجلان او السمسم في العجين. ماشي ضروري انني ندلكها، غير يدخل لي داك الجنجلان، لانني الصراحه كنت خصني نستعملو في الاول ونسيتو. ماشي مشكل، نتوما استعملوه في الاول عاد بداو تضيفوا الزيت. العجين ديالي كتكون على هذا الشكل هكا. غنبدا نشكل منها كويرات بهذه الطريقه هذه، نتوما الحجم اللي بغيتو بهذا الشكل هذا. ماشي غادي نكور وغادي نضغط عليها، وانما غادي نبدا نكور بحال هكا وانا كنهبط بهذه الطريقه هذه حتى نحصلوا على كويره. راه ماشي مشكل تخليوها التشققات اللي كتكون هنا على الجناب، لانها فعلا كتساعد على انها تشقق اكثر. انا غادي نستمر بحال هكا. غادي ندخل الغريبه للفرن اللي كنت سخنته من قبل، يعني ضروري انه يكون الفرن سخون مزيان. غادي نشعل عليها من الفوق حتى تشقق، وعاد نهبطها من التحت باش تحمر ليا وطاب ليا كامله، ونشوف الشكل النهائي ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبة البهلة، كتجي مشقة على هذا الشكل هذا. كما لاحظتوا معايا في الفيديو انايا ما دلكتهاش وما يعني ما خليتهاش تبات، وكتجي زوينه ورائعه. تنتمنى انكم تجربوها. الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وشاركوا معايا في القناه باش يوصلكم جديد الوصفات. شكرا لكم، والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.